مساء الخير. وانا بصراحة صايم وما كنتش هعمل لكم فيديو، بس لقيت الشيء ده. طبعا دي ياسمين عز. لقيتها عاملة فيديو غريب قوي، فقلت لا يعني انا هفطر عليها لوحدي، لازم اقول لكم. الهانم عاملة فيديو بتقول فيه ايه. طبعا كلنا شفنا محمد صلاح لما جه المعسكر وقابله حسام حسن، وطبعا قلنا هيبقى فيه مشاكل، لكن محمد صلاح ذكي، والله قالت كده بالحرف. لما جه عشان يتلاشى المشاكل بذكاء، حلقة أقرع، عشان معروفة طبعا اللي شعره كثيف ما يعرفش يتعامل مع واحد أقرع، فهو حلقة أقرع عشان يبقى زي حسام حسن، علشان لغة الجماجم تتلاقى. قالت كده على فكرة. فأنا قاعد بتنح أول إيه يا ست اللي أنت بتقولي ده. فبتقول لك بقى إيه يا سيدي، ومحمد صلاح فعلا ذكي، يعني هو ذكي. هيخسر حسام حسن ليه؟ لأن هو عارف من الآخر كده إن في مقولة شهيرة بتقول ان البقاء للاصلع. انت جبت الكلام ده منين؟ انت بتقولي ايه؟ فانا بصراحه ما كنتش هعمل الفيديو وانا اصلا صايم، وربنا يتقبل منا ومنكم، فقلت مش هفطر لوحدي بقى، افطروا معايا. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، وابقى حتى لو هتحافظ على صيامك ابقى اشتم بعد الفطار. سلام عليكم.